الوش التاني لمحمد علي هيصدمك. محمد علي بني مصر الحديثة وعمل حاجات كتير ما نقدرش نختلف عليها، لكن محمد علي انت لو عشت في زمنه كنت هتشوف وش تاني خالص، لان احتمال كبير يا هتموت مقتول يا هتعيش بعاهة مستديمة. خلي بالك الراجل ده ما بناش مصر عشان سواد عينينا، ده طموح شخصي خلاها بالنسبة له عزبة ليه ولولاده. صدر أراضي بالسلاح، خلى الشعب شغال عنده بالإجبار. يعني مشروع مصر الحديثة ده تقدر تقول برضو إنه اتبنى بالسخرة، شغل ليل نهار بدون قرش واحد. في كتير من المشروعات من الناس اللي مات من الجوع واللي مات من المرض. آلاف الفلاحين راحوا في حفر ترعة المحمودية، وبسبب حروب محمد علي الخارجية وتوسعاته الأهالي كانوا ممكن يعموا عينيهم أو يقطعوا صوابعهم عشان ما يروحوش التجنيد الإجباري. وطبعا هو ما قتلش المماليك في حب مصر، ده عمل مذبحة لناس المفروض إنهم كلوا معاه عيش وملح لمجرد إنه ينفرد بالكرسي. ده غير اللي عمله في السيد عمر مكرم، طبعا بنى جيش ودولة حديثة صحيح، بس بدم وبؤس أجدادك. قولي في التعليقات، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ اعمل فولو لو بتحب التاريخ الحقيقي.